ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معانا ديزاين جديد، وان شاء الله هنتكلم كده على موضوع المقاس واحنا شغالين وموضوع التسعيره. فباذن الله الفيديو بتاع النهارده هيفيدك جدا، عشان احنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا واحنا شغالين. في البدايه كده الكيك اللي معايا زي ما انتم شايفينه، انا متلجه الكيك قعد معايا في الفريزر على الاقل 4 ساعات عشان اقدر ان انا اتعامل عليه، وفي نفس الوقت يا بنات لما بيخرج للعميله بيبقى التست بتاعه حلو جدا. تاني حاجة انا حطيت عندي الكريمة، بحط طبقة كده من الكريمة البيضة، وبعد كده لو الكريمة بتاعتنا هنلونها بنحط طبقة خفيفة جدا على الوش، بحيث ان العميلة وهي بتاكل الكيكة ما يبقاش فيها طبقة الوان عالية جدا. وفي نفس الوقت برضو الالوان اللي احنا بنستخدمها بتكون الوان نوعيتها كويسة، ما بتغيرش معانا في طعم الكريمة، ما بتضايقش العميلة معانا وهي بتاكل منها، ولا طعمها يكون في حاجة مختلفة، وفي نفس الوقت حاجة صحية. بالنسبة للألوان اللي أنا بستخدمها، أنا بستخدم ماركة ماجيك، بحبها جدا يا بنات لأنها مش بتغير معايا أي حاجة في الكريمة. في ألوان تانية موجودة في السوق بتدي ملوحة كده في قلب الكريمة، بتخليها حادقة شوية، ودي مش حاجة مطلوبة طبعا يعني. تاني حاجة انا عملت تاج بنفس اللون اللي احنا استخدمناه، لون اللافندر او اللون الموف. دي طبعا بتبقى الوان جل موجودة. انا عملت اللون بتاع التاج عملته بنفس اللون، والتاج ده انا مش عاملاه عجينة سكر يا بنات، انا عاملاه جامبست. عجينة جامبست دي بتبقى حاجة طرية جدا جدا، اول ما بتستخدميها بتبقى طرية جدا في ايديكي، وبنفضل عشان مثلا نخليها تبقى متشمعة معانا بنحط عليها شوية من النشا، وبعد كده اول ما بتشم الهوا بنات بتنشف جامد قوي. يعني عايزه اقول لكم ان هي اي حركه فيها بعد كده بتكسرها خلاص، ما تقدرش تعدلي فيها اي حاجه تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت عندي الكيكه واديتها الشارب ايدج بتاعها كويس جدا، وهبتدي ان انا احط عليها دريب من فوق. تقدري الدريب ده تستخدمي شوكليت زي ما انا مستخدمه، او تستخدمي جناش شوكليت، او تستخدمي نوتيلا. انا عشان الاوردر بتاعي هيخرج لمكان وهيروح معايا شحن وكده، فلازم ان انا اتعامل بحاجه كويسه وحاجه تستحمل معايا النقل. يعني هو النوتيلا او الوايت النوتيلا مش حاجه كويسه؟ لا طبعا حاجه كويسه جدا، بس احنا عشان حاطين مجسم من فوق فاخاف ان هو يتزحلق معايا في النقل. فانا اللي انا هستخدمه شوكليت، مش حتى كمان هستخدم جناش، لان الوقت اللي انا كنت مخرجه في الاوردر كان صعب جدا اكتر من اليومين دولت. طب الشوكليت دي انا عاملاها كده ازاي؟ شوكليت بيضة خام يعني مكعبات، وحطها عندي على حمام مائي او في الميكرويف على حسب الموجود عندك، وبحط عليها معلقة من الزيت بس كده، مش اكتر من كده ولا اي حاجة تاني. دي القطاعة يا بنات اللي انا بستخدمها في الحروف، عشان كان في حد سألني بس على القطاعة. ما مش كبير يعني، وسط كده، ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، فهي شغالة معايا في الوسط، والخطوط بتاعتها حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين يا بنات، القفران اللي جنبي دي هو ده الفرن اللي انا بشتغل عليه، فرن الكهرباء مش فرن غاز. فده اللي كان يعتبر مخلي وش الكيك معايا بيبقى زي ما انتوا بتشوفوه في الفيديوهات، وبسمع كومنتات كتيرة بالنسبة للكيك. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا يعتبر بادئه من الصفر. فعلا، لاني انا اصلا يعتبر الموضوع كان معايا هوايه، وانا كنت بادئه بالامكانيات اللي متوفره عندي وموجوده عندي في البيت. يعني اول ما بدات على الفرن اللي انتوا شايفينه اللي هو في الوسط ده، اللي فوق ده كان ميكروويف. انا بادئه في اللي هو الوسط ده فرن كهرباء. ده بتاعي وقديم وموجود عندي بقاله فتره كبيره جدا. عايزه اقول لكم ان انا وفرت واحد اجدد منه اللي هو موجود تحت خالص ده، بس مش مرتاحه في الشغل فيه، فكنت بحب استخدم اللي هو اللي انتوا بتشوفوا الكيك بتاعه ده على طول. ومع ذلك انا ان شاء الله ابتديت بقى ان انا اطور عندي في المكان. بس عايزه اقول لكم مش عشان اخد خطوه او عشان اعمل حاجه لازم ابقى معقداه على نفسي، لا انا بدات باللي عندي، وانا عشان الموضوع كان معايا هوايه فالحمد لله ما يئستش، لاني اكيد مريت بمواقف صعبه كتير جدا. ومنهم برضو البيج بتاعتنا هنا اخدت كمية كومنتات على الكيك ان الناس مفكرة ان انا طالعة عاملة الكيك كده قصد عشان اخد ريتش عالي، بس والله سبحان الله انا ما كانش في نيتي حاجة زي كده، وانا طالعه انقل لكم معلومه مش اكتر من كده. يعني ان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظن الناس اللي هي بتثق فيا، وان شاء الله اقدر افيدكم بفيديوهات. ولو انتوا حابين
تكملوا معايا في السلسله بتاعت الفيديوهات الكورس التعليمي اللي انا بقدمها معاكم على البيج. انا معاكم لحد اخر نفس. ولو انت حابه تستفسري عن حاجه معينه ومش عارفه توصلي لي، تقدري تتواصلي معايا عن طريق الرسائل، وانا بفيدك ان شاء الله على قد ما بقدر. نرجع بقى للكيك. انا لزقت التاج عندي بشوكلت عشان برضو الموضوع النقل والشحن بتاع الكيك التاج ما يتحركش معايا. وبعد كده جبت دست، برضو الدست اللي معايا برضو لون لافندر او لون موف، وابتديت ان انا اعمل كده بالفرشه بدون مذيب او اي حاجه، هو بالدست كده على طول عشان اديله لمعه كده بسيطه ويبقى شكلها جميل كده زي ما انتم شايفينها. الحمد لله هي عجبت العميله بتاعتي، وكانت اول مره تتعامل معايا، وجايه لي عن طريق البيج بتاعتنا ديت بتاعت يوميات. وانا كنت مبسوطه جدا ان هي اول مره تشوف شغلي وطلبت مني، يعني مش متابعيني من على البيج بتاعت الشغل الاونلاين بتاعتي ولا حاجه. فالحمد لله، وبعتت لي ريفيو بالصور بتاعتها، وانا كنت مبسوطه بالمعامله معاها جدا. الحمد لله. ربنا يجعلني دايما اكون عند حسن ظنكم. زي ما بقول لكم يا بنات، موضوع التسعير هيختلف على حسب المكان اللي انت بتطلعي له او المكان اللي انت شغاله فيه. طبعا كل مكان وليه سعره. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وهستنى رايكم تحت في التعليقات. طبعا لو عجبتكم التورته ما تنسوش تسيبوا لي لايك. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.